السلام عليكم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد عليه ألف صلاة وسلام. كما راكم تشاهدوا معايا جيتكم فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم تشارك العريان كما راكم تشاهدوا معايا ايذو في الفم. جبنا للوصفة ديالنا اللي هي 125 غرام ماكارين، عندنا كاس سكر كلاص، وعندنا هذا الكاس تاع اتاي كيلو به الزيت، حبة بيض، عندي مغرفة صغيرة تاع فانيليا ومغرفة صغيرة تاع خميرة الحلوى كما راكم تشاهدوا معايا. انا عندي الفرينه باش نطمو العجين ديالنا. هنا في البول ديالي نحطو حبيبه بيض، نزيدو عليها 125 غرام تاع مارغرين كما قلنا ذكرناها من قبل، ونديرو مغرفه صغيره تاع لافاني ومغرفه صغيره تاع خميره حلويات، نديرو كلشي على فوا. نديرو معاهم كاس سكر كلاص ولا سكر ناعم. هنايا كاس تاع اتاي نعبرو به مزهر، كيلو مزهر كما راكم تشاهدوا معايا. نديرو كاس مزهر، كاس اتاي معمر مزهر، ونعاودو نعبروه في نفس الكاس كاس اتاي، كاس يعني تاع الاتاي نعبرو به كاس مزهر وكاس الزيت كما راكم تشاهدوا معايا. نخلطو كلشي على فوا هكذايا بيدينا، نمزجو كامل المكونات مع بعضياتها. انايا من بعد من نضمو كامل المكونات ديالنا نزيد نبداو نضيفو لهم بشويه الفرينه ديالنا. انا هنايا يعني نخدم فيها مزروبه وقلت معليش نوجد معكم الوصفه، لا نشارك معكم الوصفه عفوا. نقعدوا نضيفوا لها الفرينه ديالنا حتى نتحصلوا على عجينه تكون لينه، نقدروا نشكلوها بهذه الطريقه. خلوا العجينه تاعنا ترتاح حوالي حتى 40 دقيقة ولا ربع ساعة، حتى 40 دقيقة. لهنا في عندي 4 كيلات لوز، ودرت لهم كيلة تاع سكر، وزدت لهم منكه تاع اللوز كما راكم تشاهدوا معايا. تقدروا ديروا جوز ولوز، وتقدروا ديروا اللوز وحده، كما تقدروا زاده تستعملوا الكاوكاو، يعني كل واحد وخيره في بيته. كما قلت لكم اي وصفه تقدروا تعوضوها بالكاوكاو. ما نساوش نحطوا مغرفه ماكارين نضموه بالمزهر كما راكم تشاهدوا لهنايا. انا نزيد الماكارين من بعد نضيفها، تكون مش عفوا ماشي مغرفه ولكن نصف مغرفه تاع ماكارين ولا مغرفه صغيره تاع ماكارين، يعني تخلي الحشو تاعنا طري وما يبسناش. هذا هو سر الحشوه ديالنا. بالمزهر، وما نساوش نحطوا مغرفه تاع ماكارين داخل الحشو تاعنا ولا سمن باش يخلي لنا الحشو تاعنا توجور طري. ولا حبيتو حتى ديروا، كاين الناس اللي يديروا فيه منكهات، انا درت فيه كما شفتوا معايا درت منكه تاع
لاغوم تاع اللوز، يعني باش تقوى كيفاش نقولوا حنايا، باش تركز الذوق ديالو لداخل. بهذه الطريقه هنايا نكونوا العجينه ديالنا شكلناها كريات. انا الامانه الفيديو راح لي، كنت شكل فيها معكم، عن بالي لو يسجل فينالمون ما سجلهاش. لهنايا دوك الكريات تاعنا نحاولوا نحطها في كيس بلاستيكي ونبسطها بهذه الطريقه ولا نحلها بهذه الطريقه باش نشكلوا فيها الحربوش ديالنا ولا نشكلوا فيها الحبه تاع التراك ديالنا. هنايا ديك اللوز ديالنا كما راكم تشاهدوا، حاول اني نديرو على شكل حربوش في الحبه تاع في العجينه ديالنا. نحاول اني نشكلوا مع بعضياتنا بهذه الطريقه، نرفدو غير بالكيس بلاستيكي اللي كنا بسطنا فيه العجينه، ونقعدوا نلفوا فيها، يعني ندوروا في العجين ديالنا بهذه الطريقه. نحاولوا انه نغلقوا كامل اطراف العجينه ونشكلوه بهذه الطريقه. من بعد ما نشكلوه نروح نغطسوه في صفار البيض. نحاولوا انه نديروا كامل الجوانب تاعو بصفار البيض ونرمضوها في اللوز. انا لهنا عندي اللوز وكاين اللي رمضتهم في الجوز، يعني يقعد اختياري. هنا درت اللوز ايفيلي، كيما عندي حبيبات درتهم بالجوز عفوا مهرمش ولا جوز يعني خشن، ملحي خشين. هنا نعاود نحلو مع بعضياتنا. درنا الكريه تاعنا تاع العجين داخل كيس بلاستيكي كما درنا في المرحله الاولى. نحاول اني نبسطها ولا نحل العجينه ديالي بهذه الطريقه ونحطوا داخل منها الحشوه ديالنا. نحاولوا ان نديروها رقيقه لانه حين نلفوها بهذه الطريقه. هنايا نديروا الحشوه ديالنا. الحشو يقعد اختياري، انا كما راكم تشاهدوا معايا راني نكتر في الحشوه ديالي. تحبي ديري حربوش وتشكليه ولا تحبي ديري كما انا درت في هذه المرحله. المره الاولى درتو نورمال حربوش عادي، المرحله هذه درتو بومبي في الوسط والجناب الاعلى باش يجيني سهل باش نشكله. وكما راكم تشوفوا معايا في اخر العجينه نحاولوا نقرصوها باش تستغلق معنا مليح وما تفتحناش في الفوق، ونشكلوها بهذه الطريقه. نحاولوا الجوانب ما نخليهمش رقاق بزاف باش ما يتحرقوناش، ونشكلوا مع بعضياتنا الشراك ديالنا. تحاولي انه تكون عينك ميزانك، تجيبي الحبه تشبه لخدها ولا تقريبا كيما خدها، صافي يجوا كاع متشابهين، ما تجيش وحده مختلفه على الاخرى. بهذه الطريقه راح نغطسوها زاده في الصفار الحبه صفار البيض، من بعد نرمدوها زاده كيما درنا في العمليه الاولى ولا في الحبه الاولى. يعني ما تخموش كي الشكل ديالها يختل عفوا يتخرب، لانه حتى تشكليها زاده في السنيوه تعاودي تشكليها ترجع لاباس بها تضبط روحها في السنيوه ديالنا. هنايا قلت لكم نعاودوا نرمدوها من بعد صفار البيض نحطوها في اللوز ايفيلي بهذه الطريقه حتى نكملوا كامل العجينه اللي عندنا. هنايا راني نرمد فيهم بالجوز، يعني انايا الامانه الحشوه كما درتها معكم باللوز، ولكن
تشكيل منبر خارجي. درت لوز ايفيلي ونصف اللوز ايفيلي، والنصف الاخر درته بالجوز، ويقعد اختياري كما راكم تشوفوا معايا. واللي حبت ديرها من بالجوز من الداخل ومن برا، هذاك زادا يقعد اختياري، كل وحده والمقدور ديالها. ولا تقدري حتى ديري كاوكاو والتزيين بالكاوكاو في الايفيلي عفوا ثاني كاين موجود، يعني كل وحده حسب المستطاع ديالها. وكما قلت لكم الوصفه ما تحبش ولا ما توقفش عن نوع من المكسرات، صافي تقدري انتي وتبرعي فيهم ولا تختاري فيهم او لا تقدمي فيهم قدر المستطاع ديالك وحسب الامكانيات ديالك. هنا من بعد ما يطيبوا شوفوا معنا طايب هايل دوغي، شوفوا كيفاش يتفتت، يعني تشارك هذايا يذوب وحده في اليد قبل الفم. شوفوا معايا يعني يحمر لك وجهك نهار العيد تاع قعده ولمه وشان، يعني هذا يحمر لك وجهك والكل يقعد يتهاتف به اذا تشارك يذوب في الفم. يعني تاع قعده كما قلت لكم، ولا اعياد ولا اعراس مناسبات، في جميع المناسبات حتى في ايام عاديه تحبي تحطي هديه ولا ضيافه عاديه. ما شاء الله كما قلت لكم انا درت باللوز ايفيلي كتزيين ودرت بالجوز. نتمنى ان تعجبكم الوصفه، وفيديو اخر باذن الله. ما تنساوش حطوا لايك واشتراك في القناه. مع السلامه.